السلام عليكم، كيف حالكم؟ طيبين ان شاء الله. هذا ثاني يوم لنا هنا في بحيرة غاردا، واليوم باذن الله مغادرين البحيرة متوجهين الى شمال ايطاليا، تحديدا جبال الدولميت. المنطقة جدا جميلة، بس عيبها الوحيد يا اخوان انها بعيدة شوية، حوالي 3 ساعات ونص الى 4 ساعات، والطريق جبلي وصعب شوية. لكن انا شفت الصور هناك وقلت مستحيل اجي ايطاليا وافوت المكان هذا. توكل على الله وربي يسهلها باذن الله. فيلا خلينا نمشي الان لانه ورانا خط طويل. يلا توكلنا على الله. Hi. Checking out. Yeah. Everything was fine? Everything was great. No, you already paid, so Okay. it's everything done. Okay, ciao. Ciao. Thank you. خلاص بنودع المكان الجميل هذا، والله مكان روعة. صح ما طولنا فيه، لكن صراحة مكان جميل، يبغى له زيارة ثانية إن شاء الله وقت أطول بإذن الله. يلا يا اخوان نتوكل على الله ونبدا مشوارنا باذن الله. 3 ساعات ونص بالضبط، الله ييسرها ان شاء الله وتعدي سهالات باذن الله. ويلا توكلنا على الله. يا اخوان الامانه البلده هنا مره رايقه. شوف الحين تقريبا الساعه كم؟ الساعه 11 الصباح، مروقين وهدوء هدوء مو طبيعي. ما شاء الله تبارك الله على المناظر في الطريق يا اخوان، جميله جدا والله. الى الان يعتبر ما مسكنا الطريق اللي يودينا على البلده اللي احنا نبغاها، لانه الطريق هذاك حيكون اصعب شويه، حيكون ضيق ما حيكون واسع زي كذا، فشويتين ان شاء الله ندخل فيه باذن الله. خلينا تذكره يا اخوان، بعد مسافه حيكون في شباك ثاني اروح ادفع منه. وقفت المحطة هنا عشان أعبي بنزين إن شاء الله. This one, this five. يس. Fill it up. يس فلت أب. يا ساتر اللتر ب2.5، يعني اللتر تقريبا بحوالي 10 ريال. Pay inside or here? Cash, card inside. كذا يكون عبينا 51 يورو، والتانك فيه النص تقريبا يا اخوان، اعلى من النص كمان، يعني حوالي تقريبا بالسعودي حوالي 220 ريال نص التانك، يعني التانك فل ب 450. يلا نكمل طريقنا ان شاء الله. قطعنا تقريبا اكثر من نص الطريق الان الحمد لله، باقينا يا اخوان حوالي ساعه و40 دقيقه. كل ما تقدمنا في الطريق يا اخوان ما شاء الله يحلى اكثر واكثر، فالله يسهل لنا اللي باقي ونوصل بالسلامه باذن الله. Introdurre il denaro o la tessera, ok? طيب كذا يكون دفعنا، فتحت البوابة، نكمل طريقنا إن شاء الله. الآن خلاص باقي لنا تقريبا 40 دقيقة يا إخوان، وبدأ الطريق يصير جبلي وضيق وصعب. 40 دقيقة إن شاء الله بنمسك الخط هذا إلى أن نوصل لفندقنا بإذن الله. واحنا في نص الطريق يا اخوان دخلنا القرية هذه. القرية مرة صغيرة صراحة، كل الشمال الايطالي عبارة عن قرى كذا صغيرة. هذا ما اتوقع لها قرية، هذا مصنع هذين. مصنع ايش؟ شوفوا خزانات. المهم كمل طريقنا الان ان شاء الله، ما بقي لنا شيء ونوصل باذن الله. الحمد لله يا اخوان وصلنا البلدة، هذه البلدة اللي فيها فندقنا. ما شاء الله بلدة جميلة ورايقة وصغيرة. فندقنا يبعد دقيقتين من هنا. الان نوجه ان شاء الله الى الفندق. كذا يكون وصلنا فندقنا الحمد لله. الحمد لله على السلامة. الخط كان طويل شوية بس الحمد لله وصلنا بالسلامة، هذا أهم شيء. الآن ننزل إن شاء الله وناخذ غرفتنا. يلا توكلنا على الله. بسم الله. Hi. I have a reservation. Yeah, well arrived. I need your document, please. ID card or passport. Thank you. Your room is 306, that is at the 3rd floor. I show you where is the garage. Yes. You're at right where you find Hotel Post Garage. Great. Thank you. Thank you. I have a question. Is the room has a view or something or all the same? I see East View. Which You have the East View. is good. Which is good. If you want more view, I can give Yeah, you please. another Yes, room. please. Thank you. Thank you. ستايل الفندق هذا ستايل كذا غريب وكلاسيكي شوية. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه تكون غرفتنا لليوم. طبعا يا اخوان تعمدت اختار الفندق هذا لانه تصميمه غريب، مرة عجبني التصميم والمنظر من هنا انا متأكد انه حيكون خرافي. خلينا نروح نشوفه الحين سوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله تبارك الله يا المنظر، ما شاء الله. شوفوا كيف جمال الجبال مع البلدة هنا، شايفين النهر هذا؟ لا ما شاء الله تبارك الله توفقنا ولله الحمد في الفندق. فندق ما شاء الله من احسن ما يكون، تصميم الغرفة حلو، تصميمه اصلا كذا كأنه كوخ قديم، والمنظر هنا ما شاء الله تبارك الله. طيب يا اخوان كذا يكون الحمد لله وصلنا الفندق، كل شيء تمام ولله الحمد. للاسف ان الوقت تاخر وراح نص يومنا في الطريق، فبريح اليوم، بكره ان شاء الله تبدا جولتنا على خير. صباح الخير، هذا ثاني يوم لنا هنا في البلدة هذه. البلدة هذه اسمها فالدورا، تعتبر من المدن الصغيرة والبلدات الصغيرة هنا في شمال إيطاليا. فاليوم بإذن الله حنروح إلى منطقة قريبة، لازم نروح بالسيارة، عبارة عن تلفريك يطلعنا فوق وفي زي المطل ومطاعم، بعدين حنرجع هنا بالسيارة وحناخذ جولة في البلدة هنا، راح أوريكم كيف البلدة، كيف ناسها، كيف محلاتها. فالآن نتوجه إن شاء الله إلى تلفريك وبعدين نرجع البلدة هنا ناخذ جولة فيها. مكان التلفريك تقريبا يبعد يا اخوان حوالي 20 دقيقة بالسيارة، مو بعيد الحمد لله. فيلا توكلنا على الله نوجه للتلفريك. يا اخوان الشوارع في البلدة هذه غريبة جدا، كيف صغيرة اصلا، مرة صغيرة، لو جت سيارة من قدام خلاص كيف يعني، ايش نسوي؟ هذا الشارع الان رايح جاي، يا دوبي كيف السيارة راح شوفها، ايش حتسوي؟ الله يخرب بيتك وخ. شوف هذا دراجته مو عارف كيف يمشي. يا ساتر لا اله الا الله. طيب شكرا. يا ساتر يا ساتر يا ساتر، وربي كان حيصدمني، انا واقف على اليمين محشور خلاص، ايش اسوي؟ هو اللي جاي بسرعه كان، بس يلا الحمد لله عدت على خير. اقول لكم الشوارع هنا صعبه، لو رحت مشي احسن لي صراحه. ما شاء الله يا اخوان، شوفوا منظر الجبال من هنا كيف، ما شاء الله تبارك الله. يا اخوان صراحه انا سمعت كثير عن الشمال الايطالي، الصراحه ما توقعت انه يكون بهذا الجمال، متعه بصريه والله، متعه بصريه. كذا يكون وصلنا مكان التلفريك، هذا هو هنا. خلينا ننزل الان ونشوف ايش الوضع. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين التلفريك يا اخوان؟ طلعنا لين فوق هناك، مكتوب هنا تذاكر. هاي how much for the ticket? Up and down? Yes. 34 euro. Can I have one? Yes. Okay, just go. Yes, no, you have to. Yeah, scan. Yeah, then I just go. Thank you. Bye. الآن نيجي هنا نسوي سكان. على نطلع بسم الله. بسم الله كذا يكون ركبنا، والآن نبدأ رحلتنا إن شاء الله إلى فوق. يا إخوان أنا لوحدي في العربة، ما في أحد معي، حتى لاحظت أصلا ما في زحمة ناس كثيرين، واضح إنه مو مكان مزحوم ومو مكان مشهور مرة. شوفوا ما شاء الله تبارك الله يا إخوان المنظر كيف، شوف منظر القرى اللي تحت جميل جدا والله. خلاص هنطلع شوية نوصل. كذا يكون وصلنا لقمة الجبل. والله يا اخوان الجو بارد هنا، ابرد من تحت بكثير. شوفوا هنا كاتبين بالضبط كم ارتفاع القمة هذه، ارتفاعها 2275 متر. شوفوا الناس هنا كيف جايين يتفرجوا ويتأملوا، ما شاء الله تبارك الله. والله المكان يا اخوان المكان جميل جدا صراحة، ما شاء الله تبارك الله يا المنظر، والله المنظر جدا جميل يا اخوان. الان بروح الجهه الثانيه ان شاء الله، بروح اشوف المنظر من هناك كيف، لان القمه هي دار مدار، فالمنظر من هناك غير عن هنا. يلا بسم الله. شوفوا هنا جايبين زي المنظار، جوا فيه زي الشاشه تبين لك كل جبل كم ارتفاعه بالضبط. شايفين كيف يوريك كل جبل واسمه وكم ارتفاعه. كم طريقنا الى الجهه الثانيه نشوف المناظر هناك كيف. والله يا اخوان القمة كبيرة، شوف في مسارات كثير هنا، ما شاء الله تبارك الله يا المنظر يا اخوان. Excuse me. Thank you. Where are you from? Können Sie vielleicht auch gratulieren? How did you find it? Did you enjoy it? Love it. Really? so much. You do have the same views in Scotland? Similar. Smaller. Not like that. Nice to meet you. Thank you. Thank you so much. يعني حتى اسكتلنديين متعجبين من المنظر هنا، المناظر اللي هنا يعني صراحة ما تلقاها في أي مكان.
طبعا يا اخوان هذه الجبال كلها جبال الألب، شايفينها؟ هذه جبال الألب اللي تمتد من شمال ايطاليا الى سويسرا والنمسا، امتدادها يوصل الى هنا. جينا المطعم هذا ونتغدى فيه باذن الله. زي ما انتم شايفين ما شاء الله المطعم اطلالته خرافيه. هاي can I have table for one? Yes, sure. Please follow me. Can I have it with the view? That one? ما شاء الله تبارك الله، يعني هذه من افخم الاطلالات اللي ممكن تتغدى عليها اليوم، حتى لو الغداء مو حلو المنظر هذا صراحه يكفي. Thank you. Can I order? Yeah, of course. It's a chicken breast with a puree, with mashed potato. And Diet Coke. Do you have Diet Coke? No, we have Amdullah. It's very similar but different color. Is it like Italian brand? Yes, Italian Coke, something like that. Let's try it. Grazie. You're welcome, sir. طيب يا اخوان جابوا لي البيبسي حقهم، البيبسي الايطالي، خلينا نذوقه ونشوف كيف. ما ادري طعمه غريب، يعني مشروب غاز زي صح بس مو كولا، طعم مختلف شويه بس حلو يمشي حاله صراحه. It's a chicken with a mashed potato. طيب يا اخوان كذا يكون وصل طلبنا، سمي بالله وناكل على المنظر الجميل هذا. الحمد لله كذا يكون خلصنا غدا. 40 and 10 cents, please. Thank you. Thank you so much. يلا الآن إن شاء الله نازلين إلى تحت. كذا يكون وصلنا بالسلامة الحمد لله. الآن نروح ناخذ سيارتنا ونتوجه على المكان اللي بعده بإذن الله. يا ساتر الحر، والله حر يا أخوان، شمسنا قوية. الآن إن شاء الله بنوجه المكان اللي بعده. المكان اللي بعده عبارة عن بحيرة تبعد تقريبا نص ساعة من هنا، شوف صور لها مرة حلوة. نتوجه الآن إن شاء الله للبحيرة. هاي 8 دفعنا المواقف 8 يورو، يعني حوالي 35 ريال. بسم الله الرحمن الرحيم. كذا يكون وصلنا مكان البحيرة، بحيرة ورا البيوت هذه على طول، نمشي لها من هنا ونروح لها على طول إن شاء الله. كذا يكون وصلنا البحيرة يا اخوان، ما شاء الله تبارك الله، والله بحيرة جميلة جدا. طبعا الآن يا اخوان بنروح الجهة الثانية ونشوف المنظر من هناك كيف. طبعا يا اخوان البحيرة كبيرة جدا والمسار حولها داير مدار، فاحنا قطعنا مسافة طويلة بس عشان ناخذ اللفة هذه ونجي في النص هنا نشوف المنظر كيف. ما شاء الله منظر البحيرة من هنا جميل 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 جدا. الناس هنا كلهم جايين يصوروا المنظر من هنا، انه هذه احسن نقطة تصور فيها هالبحيرة. المهم الان يا اخوان بروح هناك في الجهة الثانية في زي الكافي نتقهوى فيه كذا ونروق، بعدين نكمل طريقنا ان شاء الله. كذا يكون جلسنا وشربنا مشروبنا وروقنا، الآن نحرك على سيارتنا إن شاء الله. يلا بسم الله راجعين بلدتنا، نروح البلدة هناك وحناخذ جولة فيها كذا وأوريكم المحلات اللي فيها. يلا توكلنا على الله. كذا يكون رجعنا بلدتنا يا اخوان. الان حناخذ جوله في البلده ان شاء الله، حننزل من هنا. البلده هنا يا اخوان مره هادئه، ما فيها ناس كثيرين، يعني السياره تعدي بعدها بربع ساعه تجي السياره الثانيه. وهنا ما شاء الله في نهر في نص البلده، شوف الشوارع هنا. طبعا هذا فندقنا يا اخوان وانا غرفتي هنا مطلع على النهر من هذيك الجهه. يلا كمل طريقنا ان شاء الله في البلده. هذه هنا بقاله، خلينا نخش نشوف ايش عندهم ونشتري منها كم مرة سريع. Hi. Ciao. 90 cents, please. Or 90 centesimi. What did you say in Italian? 90 centesimi. It means 90 cents. I noticed that a lot of Italian speak English. You Yes. speak because there is a lot of tourists here. Also of this, but we speak here, we learn in the school. We speak German, Italian and English. Our mother language is German. 70 years ago we are Austria here. Then after the Second World War becomes Italian. At home we speak German. Okay, thank you so much.
اخوان انا من اول ما جيت ايطاليا لاحظت انه ناس كثير يتكلموا انجليزي خصوصا في الشمال، يعني توقعت القرى هذه والبلدات يكونوا اهلها يتكلموا ايطالي بس ما يتكلموا انجليزي، بحكم انها قرى يعني صغيره ومحدوده. ما واجهت اي مشكله في اللغه، الكل يتكلم انجليزي، فهذا شيء جميل صراحه ونقطه مره ايجابيه. المهم الان خلينا نرجع لفندقنا. في نص البلده واحنا ماشيين يا اخوان تلقى هنا حظيره بقر، شايفينهم في نص البلده طبيعي كذا. البلده ريفيه جدا صراحه، اي احد يبغى يعيش اجواء الريف من جد يجي البلده هذه. طيب يا اخوان كذا يكون وصلنا لنهايه جولتنا في هذه المنطقه، مشينا فيها ورحنا وشفنا فيها اماكن حلوه جدا صراحه، وبكره ان شاء الله عندنا رحله ثانيه، مشوار جدا طويل صراحه، حيكون سفر متعب علينا لكن ما عليه ان شاء الله مقدور عليها. وكذا يكون وصلنا لنهايه الفلوج، يعطيكم الف عافيه على المشاهده، اذا عجبكم الفلوج اضغط زر اللايك والاشتراك، نشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.